الظاهر كده والله اعلم ان الاهلي حن لوجود وسام ابو علي مرة تانية بين صفوفه. وسام ابو علي هو افضل مهاجم محترف وصل مصر خلال الفترة الاخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وفي العارضة على الفنار. وسام ابو علي وتجديد مفاوضاته مع الاهلي. وسام ابو علي اللي كان رحل غصب عن النادي الاهلي بوكيله ادم، اللي انتوا عارفينه طبعا، اللي كان دلوقتي بيتكلم مع امام عاشور ان هم عايز يمشي امام عاشور على نفس الطريقه اللي مشى بيها وسام ابو علي. وكلام بيتقال ان وسام ابو علي مش مرتاح في امريكا والوضع هناك مش احسن حاجه وكلام من هذا القبيل، وان النادي الاهلي قال له عن طريق الاستاذ عدلي القيعي وغيره من المفاوضين، قالوا له يا ابني لو مش مرتاح هناك تعالى هنا وبيتك هنا ودنيتك هنا، وجمهور الاهلي هيقول لك المسامح كريم يا وسام. وطلعوا له بقى الفيديو الجميل اللي هو مشي بيه وبتاع، وقالوا له ان انت ماشي بطريقه ممتازه، وجمهور النادي الاهلي يعني فاكر لك الخير وبيحب لك دايما الخير. ده كلام اتقال على لسان صحفيين كبار في الاونه الاخيره، في الساعات الاخيره. هل يعود وسام ابو علي للنادي الاهلي في يناير؟ على فكره وسام ابو علي مصاب الان ولا يلعب مع فريقه الامريكي في الدوري الامريكي. وسام ابو علي راح هناك من اجل الدولارات ومن اجل صديقته الامريكيه ومن اجل الجنسيه الامريكيه. هل يفضل وسام ابو علي العوده لمصر والاهلي على حساب كل ذلك؟ سنشاهد ونرى. محمد السيد الشاب الجميل اللي في نادي الزمالك، اللي ما قدمش اي حاجه الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت تشفع له انه حتى يكون له بصمه كبيره مع فريق الكره في نادي الزمالك، اللي عنده 21 او 22 سنه، طالب 15 مليون جنيه للتجديد. كان في مفاوضات بتتم خلال الفتره اللي فاتت، وجمهور نادي الزمالك الحقيقه ما رحمش الولد في لقاء ديكيداه بطل الصومال في لقاء العوده اللي خلص 1-0 لما ضيع محمد السيد البلنتي، وقالوا له روح يا سيد او روح على الاهلي يا سيد. الحقيقه انا مش عارف بالونه محمد السيد اتنفخت امتى، يعني مش عارف مين نفخها وتوقيت النفخ كان امتى. محمد السيد ما هوش نجم شباك، ما هوش هداف، ما قدمش حاجه مع نادي الزمالك، ما بيلعبش اساسي اصلا، ومع ذلك جمهور النادي الاهلي يقول لك احنا عايزين الواد ده اصل في شبه من زيزو، قصه الكابوريا بتاعته. فالنهارده جابوه عصروه قالوا له يا ابني جدد عشان الجمهور عايزك تجدد. قال لك انا والله اخد 15 مليون جنيه في الموسم. طبعا قالوا له 15 مليون جنيه في عينك يا ولد، اكيد 15,000 15 جنيه، اما 15 مليون انت اكيد بتضحك وتهزر. فانا مع رحيل محمد السيد الى الاهلي او اي فريق يريده، لان طبعا نادي الزمالك مش عارف يجدد اصلا للعيبه الاجانب ولا يدفع لها مرتباتها، فما بالك بهذا السيد اللي عايز 15 مليون. حسين لبيب كان في مكالمه امبارح، رئيس نادي الزمالك طبعا له كل الاحترام والتقدير، كان في مكالمه امبارح دارت ما بينه وما بين الكابتن وزير الشباب والرياضه، وقال له بالبونت كده العريض انا زهقت وتعبت وعايز امشي. قال له تمشي فين يا ابو لبيب؟ تمشي فين والدنيا هايجه والسوبر داخل والارض والدنيا والمشاكل والحوارات؟ لازم قبل ما تمشي تكون مخلص كل الملفات دي ومظبطها، علشان الناحيه التانيه بتاعت احباب مرتضى والكلام ده كله ما يشمتوش فينا يا ابو لبيب يا ابو لبيب. دي مكالمه اكيد حصلت من حد موثوق به جدا جوه نادي الزمالك، ان حسين لبيب على فكره لوحده مش مجلس الزمالك، حسين لبيب لوحده يفكر في الاستقاله. ده خبر، ولكن طبعا تم رفضها من وزير الشباب والرياضه الكابتن او الاستاذ اشرف صبحي. والاهلي وبتروجيت النهارده الساعه 8 مساء ان شاء الله، واقول لكم قائمه النادي الاهلي اللي هتكون متواجده النهارده في اللقاء في الدوري في الجوله رقم 11 بالنسبه للاهلي. الشناوي وشوبير وسيحه في حراسه المرمى، ياسين وعمر كمال عبد الواحد واحمد رمضان بيكهام، وبن رمضان وياسر ابراهيم وتريزيجيه، جراديشار وعبد القادر، شكري محمد شكري وبن شرقي، قفشه والعش وديانج وزيزو وكريم حافظ وطاهر محمد طاهر وهاني والناشئ المهاجم عبد الله.
فدي قائمة النادي الأهلي اللي هتكون متواجدة النهاردة في لقاء بتروجيت، ما بيغيبش عنها يعني نجوم كبيرة كتير. وعودة أحمد سيد زيزو، جابوه على فكرة، جابوا الراجل يستروب وفهموه ان زيزو ده من قوام الفريق وانه مصروف عليه كتير قوي ومصروف عليه 100 مليون جنيه ولازم تلاعب الراجل، ولو البدني بتاعه مش قد كده لازم تستحمله وتشتغل معاه والكلام ده كله. الحقيقه بس الفت نظر حضراتكم واكيد كلكم متابعين 1 نوفمبر السبت مشيئه الله افتتاح المتحف المصري الكبير. كان في مفاجاه بيقولوا ان في فنانه اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان تقدم او تشارك في تقديم هذا الحدث العظيم، وفنانه المفروض ان هي بقالها كتير غايبه عننا وهتكون متواجده في هذا الحدث الكبير. وشوف الجمال وشوف الروعه وشوف الحلاوه بتاعت المتحف المصري الكبير، ومين عنده متحف زينا؟ يا بختنا يا بختنا. ان شاء الله نكون كلنا فخورين بمصرنا يوم السبت اللي جاي. سلام عليكم واشوفكم في حلقه بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.